يا مساء الخير والعافية حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اعذروني كلش مريضة انفلونزا. راح اسوي وياكم طريقتي بالكيك. طبعا انا دا اصل الدنيا غروب، جالي طلبوا من عندي ماما سوي لنا كيك. المهم بيا ما بيا قمت والله هيجي سويته على السريع. هنا انا خليت بيضتين. طبعا بنات انا مو كلش مو ما اعرف، بس انا ما اسوي صراحة، لان انا معتمدة على زوجي هو يشتري دائما يجيب لنا، فما اسوي. بس المرة طلبوا. المهم خليت هنا كوب ونص من الشكر، راح اخلطهم كل زين. يعني شلون كيكة مع السرعة سويتها، بس والله مريضة كلش ومالي، يعني ما اقدر. فلاونز تعرفون فلاونز نهاية الموسم تكسر الواحد. المهم هنا انا خليت يعني مو ترس زيت، يعني انا سويته كلش شوية مو هواية. شوفوا اعتمدت على هذا القلاص، على الشكر على الحليب كلية المقادير بهذا القلاص. هنا أنا اخلط، يعني شو اخليه شي اخلطه. هنا أنا عندي شوية عصير برتقال ورشة القشر مالته، لأن البرتقال يا فتحة مرورة، ابد مو طيب، خفت على الكيكة تصير بيها مرة، فشويت بس هيك يعني نص برتقالة حلوة. المهم عصرتها وخليت القشر داخلها، صار كلش طيبة. بس هو المفروض ابرشه، بس انا ما برشته، ممكن تكون مريضة وما لي خلق. المهم هنا أنا ضفيت كوب من الحليب، اعتمدت على هذا القلاص. هنا أنا همتين خلطته، يعني شو تخلون تظلون تخلطون بيه. وهنا أنا عندي 2 كومباودر و2 فانيلا هم خليتين. يقولون ماما طيبة مالتك قلت لهم انا ما يعني أنا ما احب الكيك اصلا، بس والله الخاطر مرة حتى لابسة هذا الشادر مال الصلاة قبل وانا واقفة سويته. خلنا نسوي لهم الكيكة واخليها عنه، بس عشان اشجع بيهم حتى يقرون. اي ماما سوي لكم هيك، ماما سوي لكم هيك، حتى ليش اسوي حتى يقرون والله بلش اخطي امتحانات الفصل الاول. والله دمر هذا عندي حسن صف ثالث متوسط، منتي خطية منتي كل شي. يقولي ماما راح اموت من القراية. هنا خليت هيلاية، هنا طبعا خليت 1.5 لان ما يحبون الهيل. شوفي هنا انا عندي هم نص وحدة خليتها. نهاية الموسم الإنفلونزا مالته أبد المتراد، يعني كليتنا حتى إيليا اني ابو حسوني هماتي المريض كلنا مرضى. هنا انا خليت كوب مع الطحين. طبعا هنا انا اخلطه ولامته. وهنا انا هيك شوية خليت تقريبا كوب ونص من الطحين، وهم بقيت اخلط بيه لحد ما تتجانس كل المواد. لا اعتمدت على خلاط ولا عجانة أو شي، كلها سويتها بيدي وأنا واقفة. خطيهم دا يساعدوني يدون بي، يعني مريضة. بس إذا تحتاج مي، يعني شوف القوام، أنا شفت هنا القوام صار ضخين، خليت له شوية مي. شوفوا القوام هنا كلش ضخين حتى مدا يمشي بهاي الخلاطة. هنا أنا راح أخلي شوية مي. شوفوا بس صارت كلش ما حاسة شي. يقولي ماما ايش قد صارت طيبة، شنو ضقتها شنو؟ يقول والله ماما كلش طيبة، يعني عالشكل يقصدون هما. شوفوا انها صارت كلش ضخينة. خليت لها هنا شوية مي، يعني انتو عينكم ميزانكم شو تحتاج. انا اعتمدت على هيك ضخم، يعني ما سويتها كلش خفيفة. هنا انا خليت البقراش. طبعا دهنت القالب براشي، بس ما اعرف ليش ما طالعه بالتصوير. المهم خليت الخليط مال الكيك. شوفوا بنات صارت الجنة وزينتها هم رادوا مبروش، قال المهم خلينا عليها مبروش. المهم خليت
يلا حبايبي باي باي، خليت لكم الوصفة اللي قدام.